اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا الجمال عدى الكلام. أحلى كشري هتعمليه وهتاكليه في حياتك بتركات وحركات أحلى من بتاع المحلات. عايزة أقول لكم أقسم بالله دي تاني مرة أمنتج الفيديو. منتجته أول مرة وبعد كده اتمسح منه حاجات، دخلت منتجه تاني. هعمل كشري عظمة، انسي انك تشتريه تاني. الاول هنجيب حله ونحط فيها حمص، هغسله كويس جدا، بعد كده هصفيه، بعد كده هحط عليه ميه نضيفه من الحنفيه واسيبه 5 أو 6 ساعات. بعد 5 أو 6 ساعات هاجي اصفيه واغسله كويس جدا، بعد كده هحط عليه ميه نضيفه. دلوقتي انا حطيت عليه ميه نضيفه، هنزل عليه بشويه من الملح وشويه من الزيت واسيبه يتسلق كويس جدا. بعد لما بيتسلق بصفيه وبعد كده بروح حاطاه في طبق. تعالوا بقى للخطوه اللي بعد كده. هنجيب حله ونحط فيها ميه وانزل عليها بشويه من الملح وشويه من الزيت. اول لما بيغلي معايا كده الميه بالملح بالزيت بروح نازله عليها بمكرونه. طبعا انا بحب احط زيت علشان المكرونه كده تكون مفرفره وتكون حلوه كده وبتلمع. طبعا انا عملت معاكم الكشري كذا مره قبل كده على القناه، قلت اعمله معاكم تاني. يلا نجهز حله تانية نحط فيها شويه من الزيت اهي. حطيتها على النار، هحط فيها شويه من الزيت. اول لما بيسخنوا معايا هنزل عليها بتوم مهروس وافضل اقلب فيها كويس جدا. اول لما التوم يدبل كده ويصفر معايا بنزل عليه بطماطم مضروبه في الخلاط. هفضل اقلب، اول ما يدبل ويصفر معايا انزل عليه بطماطم مضروبه في الخلاط. الوقت ده الميه بتاعه المكرونه بدات تغلي. دلوقتي بقى هنبدا نجهز المكرونه. هنجهز كيسين من المكرونه الطويله وكمان كيس من المكرونه الصغيره اللي هي حوا. اهم جهزتهم، هنزل بيهم دلوقتي على الحله وطبعا هسيبها تستوي وافضل اقلب فيها كويس جدا. وبعد لما بتستوي بصفيها كويس جدا. تعالوا بقى هقطع شويه من البصل كده في طبق كبير اهو. شويه من البصل هنزل عليهم بشويه من الدقيق وشويه من النشا وشويه من الملح اهي. المكرونه قربت تستوي، بعد كده هصفيها. تعالوا بقى علشان نعمل الرز بتاع الكشري. طبعا الرز بيتعمل بالزيت، لو الرز ده عادي بيتعمل زيت وسمنه، انما الرز الكشري بيتعمل بزيت بس. هجيب حله واحط فيها شويه من الزيت. اول لما بيسخنوا معايا كويس جدا بنزل عليهم بالشعريه احمرها. اول لما بيكون لونها ذهبي معايا كده انزل عليها بالرز، واكون مسخنه ميه في الكتل انزل عليها بالميه السخنه وشويه من الملح. اول لما بتشرب ميتها بوطي عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. المكرونه هجيب حله واحط فيها المكرونه وانزل عليها بشويه من الزيت وكمان شويه من الفلفل الاسمر شويه من الملح طبعا بعد ما اتصفت كويس جدا، وافضل اقلب فيها واحطها على النار لمده 5 دقايق. تعالوا بقى للي بعد كده. طبعا هنجيب العدس